ايه اطرف موقف عدى عليكي في شغل الصحافه؟ يعني هو موقف مضحك شويه. ما هو طالما طريف لازم يبقى مضحك. يعني يلا ضحكينا. احنا كان في فاكر زمان يا محمد كان في انا زمان امتى؟ ما هو زمان ده برضه عندي ليه حدود، يعني زمان في لا انت لسه صغير، ما لا 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 قولي زمان، انا من ايام الهكسوس. كان في في قبرص الاسقف مكاريوس. ده كان بقى حاجه، ده كان راجل عظيم وكان مناصر القضاء العربيه جدا، كان راجل مناضل وكان راجل زي العسل. فجه بعت دعوه من كل دار صحفيه تيجي محرر ومصور، عشان بقى كان لسه بقى عامل هناك استقلال قبرص جديد وقصص يعني. فجم الاستاذ الله يرحمه يوسف سباع قال ايه، ما نبعت البت سكينه ومعاها كمان مصوره الله يرحمها كان اسمها ايفون بشاره. الله يرحمها. الله يرحمها. اهم بنتين ونبعتهم مع بعض ويروحوا ايه يسلكوا ويجيبوا لنا شغل. وانت بقى في السلكان معروف. يجيبوا لنا شغل. رحنا للسفاره اليوناني وخدنا تاشيرات وكل حاجه وحضرنا نفسنا وطلعنا الطياره انا وهي، كل واحد ايه رايح في وقت معين يعني، مش كل الصحفيين رايحين مع بعض. فانا وهي رايحين على الطياره على قبرص. بس وصلنا يا سيدي على قبرص، وبعدين الناس مستنينا، انا قايمه انا وزميلتي، فزميلتي لان معاها مكن الكاميرات بقى والحاجات دي سبقاني بشويه. هي بقى كانت طويله وسمره وشعرها اسود خالص وسمره، وانا بقى نازله وراها، فراحوا واخدينها هي ورحبوا بيها، هلو هاو ار يو ار ويلكم وبتاع، وانت بقى ما حدش بص ناحيتي خالص. الله، مع ان انت بقى كانت شقره بقى وجو. لا ما لهمش علاقه، هم قالوا السمره دي تبقى اخت انور السادات. وديت هي اللي اسمها السادات. والتاني بقى كان بيحب السادات جدا، كان له علاقات خاصه بينا والمش عارف ايه. فراحوا واخدينها من على سلم الطياره في عربيه، ونزلت مطار اتين بتاع دهيت مطار قبرص يا محمد، ما لقيتش ولا مخلوق، كله بقى خد الهلومه خدوا بقى المصوره معاهم بقى. وانا واقفه عامله كده، اروح فين؟ وبعدين في الاخر قلت طب لما اخش الجوازات، طب وبعدين لو خشيت الجوازات هتروحي فين؟ ده انا مش عارفه اي حاجه خالص. فرحت على الكرسي ورحت قاعده في الاستراحه. والتانيه بقى ايفون بقى الخايبه الله يرحمها بقى مطرح ما راحت، مش تقول لهم مثلا لا مش تقول لهم انا المصوره انا ايفون بشاره، لا ماشي بقى في السكه بقى اتبسطت بقى. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش ومش عارف وانت قاعده على الكرسي، وانا قاعده على الكرسي مستنيه ومحتاسه، لا انا عارفه محتاسه بقى ما تعرفيش تتصرفي، لا انا عارفه الفندق ده ايه ولا انا عارفه ده ايه ولا انا عارفه ايه خالص. فضلت قاعده اهو في الاستراحه بالظبط حاجه بتاعت تلت ساعه لحد ما لقيت حد من اللي كانوا في الهلمه دي راجعين تاني. هلمه ايه؟ الجامعه اللمه اللي خدوها. لمه ايه؟ محمد اللمه اللي خدوا ايفون معاهم. ظروفهم بقى، خلينا في القعده بتاعتنا. واحد فيهم رجع فبص لي كده قال لي ار يو ذا كوليج اوف مدام السادات. كوليج يعني انت صديقتها صاحبتها زميلتها يعني زميلتها فقلت له اي ام مس السادات شي از مسز بشار. قال she didn't tell us why are you sitting here. قلت له because ايه اللي قعدك هنا يعني؟ I found no place to go. ما لقيتيش مكان تروحي، مش لاقيه مكان اروح فيه. المهم بقى على ما خدوني اسالها قالت لهم ايه، انا فاهمه لهم حاجه، ما قاعدين بيرطنوا يوناني على بتاع مش فاهم اي حاجه. بس بعد كده وضبوكي بقى وتعاملوا معاكي التعامل اللي ما حصلش؟ وضبوني توضيبه زي الفل بجد. والله اعتبر ده وعد يعني. كانت ظريفه، كانت من انجح الرحلات. وبعدين عملت حديث خاص مع الاسقف مكاريوس نشر على غلاف المصور. خلي بالك في الزمن ده اللي كان بيتنشر له غلاف وموضوع جوه يعني يبقى صحفي. قولي لي العمل الصحفي ممتع؟ انا قابلت معظم رؤساء العالم وسافرت معظم العالم كذا مره،
يعني مثلا امريكا اقول مثلا 40 مره، انجلترا 30، او بتاع فرنسا 30، روما مش عارف 20، اسبانيا كذا. مفيش حته. افريقيا السمراء دي، اوغندا، كينيا، هراري، كذا مره. يا ريت تجاوبيني على السؤال بقى. يا ريت. انت نسيتيه؟ مش انا. العمل الصحفي ممتع. العمل الصحفي ده ممتع شيق اذا انت حبيته. وانت حبيتيه؟ ها؟ طبعا، انا عشقه. طب انا في السن ده يا محمد وقاعده لسه بشتغل. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. الاسبوع المقبل صحافه جديده وكلام جديد. كلام والسلام. بس انت كنت 10 على 10 النهارده. لا ملعلعه. انت كل شويه تقول لي توهتيني. بتوهيني جامد انت بتوهيني جامد. انت في التوهه فظيعه فعلا بجد. بس بترجعيني تاني. ماشي يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك ويطول عمرك. ربنا يكرمك.